أهلا بكم مشاهدينا في سكوب رياضي، وهذه أبرز العناوين. بنفيكا يقدم عرضا رسميا لزكريا الوحيدي. محمد علي شو يختار المغرب عوض فرنسا. وتوتنهام يبدي رغبته في ضم نجم المنتخب الأولمبي. أهلا بكم من جديد. كشفت تقارير صحفية أن نادي بنفيكا البرتغالي أبدى رغبته في ضم زكريا الوحيدي لاعب نادي جينك البلجيكي. وقد تقدم النادي البرتغالي بعرض مال مغرٍ قدر ب8 ملايين يورو من أجل ضم الوحيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هذا ويميل الوحيدي للانتقال للدوري البرتغالي، حيث يرى في الانتقال إلى بنفيكا فرصة ذهبية لتطوير مسيرته الكروية واللعب على أعلى المستويات. وقد أبلغ الوحيد إدارة ناديه جينك برغبته في الرحيل، مما يزيد من احتمالية إتمام الصفقة. أعلن الشاب الموهوب محمد علي شو لاعب نادي نيس الفرنسي عن قراره الهام بتمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب في مشواره الكروي الدولي. هذا الاختيار جاء بعد فترة من التكهنات والترقب الذي يمثل انتصارا كبيرا للكرة المغربية وخطوة مهمة في مسيرة اللاعب الواعد. فرغم حصوله على الجنسية الفرنسية وترعرعه في بيئة كروية فرنسية وتمثيله لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما، فإن شعور شو بانتمائه العميق إلى جذوره المغربية. هذا الانتماء إلى الثقافة والتاريخ المغربي دفعه لاتخاذ هذا القرار المصيري. وفي آخر خبر، كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي أبدى رغبته بضم نجم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أمير ريتشاردسون في مسابقة الأولمبياد باريس 2024. وتابعت ذات التقارير فإن نادي توتنهام هوتسبير مهتم بخدمات نجم منتخب المغربي الأولمبي أمير ريتشاردسون، ويخطط للتعاقد معه وإبرام صفقته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب إعجابه بما يقدمه في أولمبياد باريس 2024. وأضاف المصدر ذاته أن ريتشاردسون لاعب خط وسط نادي ريمس الفرنسي ضمن قائمة الأسماء التي ستسعى للحصول على خدماتها هذا الصيف، وذلك بعد متابعة مشواره في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب رياضي. ألقاكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربح الرياضة.